تعال اقول لك 6 علامات مهمين جدا. لو شفتيهم او لاحظتيهم يبقى وقع في حبك فعلا. هتكلم هنا عن لغة جسده، وخدي بالك العلامات دي لازم تكون بشكل متكرر. العلامة الاولى، هيبصلك كتير بس مش اي بص، يعني لو عينيه بتدور عليكي وسط الزحمة او بصته ليكي بتكون مختلفة عن اي حد، بصة كده فيها تركيز، يبقى دي علامة تقولك ان في مشاعر من الشخص ده تجاه. العلامة التانية، جسمه بيواجهك حتى لو مش بيتكلم، يعني لو كنتوا قاعدين او واقفين هو جسمه متوجه ناحيتك، رجليه، جسمه، وشه، وده معناه ان عقله وقلبه معاكي حتى لو كان ساكت. العلامة رقم 3، بيقلد كل حركاتك، طبعا من غير ما يقصد، يعني لو لاحظتي انه بيشرب زيك او بيعمل نفس تعبيراتك ده اللي بيسموه مرايتك يعني، وبيعمل الحاجات دي بدون اي وعي منه. العلامة الرابعة، بيقرب منك بالافعال، يعني ممكن يديكي حاجة حلوة من غير اي سبب او بدون مناسبة، ويديها لك بايده بطريقة ظريفة، ما يحدفهاش. كل الحاجات دي بتدل على اهتمامه بيك. العلامة رقم 5، بتلاقي نبرة صوته متغيرة وهو بيتكلم معاك، يعني طريقة كلامه هادية، نبرة صوته فيها لين، وده معناه ان انت بالنسبة له انسانة مختلفة. العلامة رقم 6، بيلمس شعره وهو بيكلمك، والحركة دي معناها توتر بس لطيف، وده غالبا بيكون توتر اعجاب او حب، بس خدي بالك مش كل حركة يبقى معناها حب، يعني لازم تشوف الصورة كاملة بالإضافة للعلامات دي وتكرارها مع تصرفاته عشان تفهميه بشكل أفضل، وتشوفي وتلاحظي حاجات كتير ما كنتيش واخدة بالك منها قبل كده. يبقى عرفتي لو كان ساكت جسمه هيتكلم،